بيان إلى الرأي العام. باسم اتحاد المرأة الأرمنية ندين ونستنكر بأشد العبارات على الجرائم المستمرة بحق المرأة من قبل الذهنية الذكورية والدول الدكتاتورية، وعلى رأسهم دولة الاحتلال التركي والنظام الإيراني الملالي، التي يستهدف النساء اللواتي قاومنا في وجه الظلم وطالبوا بالحرية والاستقلال من الذهنية الذكورية والقمع والإبادات التي ارتكبت بحق جميع النساء في العالم. اليوم ونحن هنا ننادي الصمت الدولي وجميع المنظمات النسائية وهيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، ونقول لهم إلى متى سيتكرر هذا المشهد اللا إنساني بحق المرأة، ويجب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة بحق النساء، وآخرها الجريمة التي ارتكبت بحق الناشطة الأكاديمية ناكهان كارسال أثر الهجوم المسلح التركي والقتل العمد في مدينة سليمانية، وأن يتعاقب الفاعلين بأشد العقوبات لكي لا يتكرر هذه الجرائم بحق النساء المناضلات التي يحاربون الفاشية إن كان بالقلم أو بالفكر السياسي. ففي الشهر السابق تم استشهاد أكثر من امرأة مثل أنوش أبيتيان من قبل الأذريين، وجينا أميني في إيران، وزينب صاروخان وغيرهن من المناضلات، ونناشد جميع كافة النساء بالوقوف أمام هذه الهجمات البربرية العدوانية. الرحمة والخلود لشهدائنا والخزي والعار لأعدائنا. جين جيان آزاديتيون. جين جيان آزاديتيون. جين جيان آزاديتيون. جين جيان آزاديتيون.